يا عم الانسان اولى، يا عم الانسان اللي انت بتتكلم عليه اولى ده بفضل الله عز وجل في مستشفيات عام هتعالجه ببلاش، في اسعاف هتشيله ببلاش، في انا وفي انت وفي ده وفي ده هيساعد المسكين اللي قاعد على الرصيف. هتقول لي اهلنا في غزه، هقول لك اهلنا في غزه المنقذين نفسهم كانوا بيضيعوا من وقتهم في انقاذ حيوانات. كانوا بيدوروا في الانقاض كده عشان يطلعوا قطه، يدوروا في الانقاض عشان يطلعوا كلب. ومش كده وبس، في عز المعاناه وفي عز ان هم معهمش اكل ومعهمش شرب كانوا بيطلعوا جزء بسيط من اللي هم بياكلوه ايا كان ايه هو للحيوانات اللي حواليهم. كل دول في اللي يخدم عليه، في اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسخر له بني ادمين زيه هيساعدوه. لكن ده حيوان اخرس هيقول لي مين؟ لما بطلع اخاطب الناس واقول للناس ادوهم بواقي اكلكم، ادوهم جزء بسيط من اعمالكم الخيريه، انا بتكلم كده لان انا بحبهم، ومش بقول كده عشان خاطر الراجل ده هيروح ياكل الكلب ده ولا هياكل القطه اللي تحت بيته هيفيد عليا انا بحاجه. بالعكس ده هيفيد الشخص نفسه اللي عمل كده. ربنا يجعلها